سلام. هاد الليلة نحكيو على رقية. رقية اللي كتعرف تفاصيل ديور الناس، ولكن ما كيعرف حتى واحد تفاصيل قلبها. خدامة في بيوت الناس من دوار صغير في نواحي سيدي القاسم، جات للرباط باش تخدم، ماشي باش تحقق حلم، ولكن باش تقدر توفر للوالدة دواها، وباش خوها ما يخرجش من المدرسة. كانت في عمرها 18 عام، ما عمرها طلعت في لاسانسور، ما عمرها نعسات على فراش ناعم ومريح، ولكن دخلات الخدمة في دار كبيرة فيها كل شيء إلا شي حد يسولها واش كتعيا. رقية كتقول أصعب حاجة في خدمة البيوت ماشي التنظيف، هي تحس براسك غير مرئي، ماشي من العائلة وماشي من الزنقة، كتجي في الوسط والوسط بارد. كتفيق قبل العائلة، توجد الفطور، تصبن، تمسح، تشوف العالم اللي كيتحرك من بعيد وهي واقفة بلا صوت. كانت كتخدم بلا تأمين، بلا راحة وبلا وعد، ولكن كانت عندها حاجة ما عند حتى واحد: النية والصبر والتواضع اللي فيه عزة. ملي مات الأب ديالها ما قدرتش تمشي للجنازة، كانت خدامة وما لقاتش اللي يعوضها، وهذا الشيء وجعها ولكن ما طيحهاش. رقية شدات في كرامتها وقالت حتى إلا كنت خدامة في ديور الناس ماشي عيب، العيب هو نمد يدي وأنا نقدر نخدم. اليوم عندها 33 عام، كتخدم عند عائلة كتقدرها، وعندها بيت صغير كتخلص كراه من عرقها. خوها داز في الباك وكتحضر باش تخلص ليه العام الأول في واحد المحل. كتقول هو مستقبلي وأنا نخدم عليه حتى يتقضى عمري. رقية كتخدم بصمت وكتعطي بحب، وما عمرها طلبات لا تصفيق لا شكر، ولكن اللي بحالها خاصنا نسمعوا قصتهم باش اللي كيتفرج يبدل نظرته، وباش اللي بحالها يحس أنه ماشي بوحده. رقية ماشي مجرد خدامة، رقية مثال للنساء اللي خدمتهم هي سلاحهم في الحياة. كتعرفوا شي وحدة بحالها؟ بعتوا لينا قصتها وخليو صوتها يوصل بحال الهوا نتنفسوا. سلام.